النهاردة هنعمل وصفة جديدة اللي هي البط محشي فريك ومشوي في الفرن. معانا فريك زي ما انتوا شايفين منقوع في مية سخنة، معانا قوانص متقطعة قطع صغيرة، بصل مفروم وبصل متقطع قطع صغيرة، معانا ملح وفلفل، ربع معلقة حبهان مطحون وربع معلقة روزماري مطحونة. اول حاجة لازم بنجهز البطة بان احنا بنرجع الاجنحة بتاعتها للخلف، بعد كده هو بنبتدي نفصل الجلد عن اللحم بتاع البط. بعد ما خلصنا ان فصلنا جلد البط عن اللحم، هنبتدي بقى نحضر التتبيلة اللي هنتبل بيها البط. معانا بصل مبشور زي ما انتوا شايفين، دول بصلتين، ربع معلقة من الحبهان المطحون وربع معلقة من الروزماري المطحون وحبة من الملح حوالي كده نص معلقة. ونخلي بالنا من الملح لان لو الملح زاد بيبقى البط طعمه مش حلو. بعد كده برضو نص معلقة من الفلفل، وهنبتدي نقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعدين نبتدي بقى ايه ندهن بيها البطة. هندهن تحت الجلد وفوق الجلد ومن جوه البطة، وهنبتدي زي ما انتوا شايفين نسيبها نحطها على الجنب تاخد من التتبيلة دي، تقعد في التتبيلة شوية عبال ما نخلص اللي هي خلطة الفريك اللي هنحشي بيها البطة. هنبتدي نحضر خلطة الفريك اللي هنحشي بيها البط. معايا 3 معالق من السمنة، وبعدين هبتدي انزل بالبصل اللي انا مقطعاه قطع صغيرة، ودي بصلة كبيرة متقطعة. هنزل برضو بنص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الملح. وتظبيط الملح بعد ما يستوي الفريك، لان بسويه 3/4 سوا، ببتدي ادوق واشوف الطعم ايه، لو محتاج ملح بزود، مش محتاج مظبوط بسيبه. وننزل دلوقتي بالقوانص، ودي قوانص متقطعه، قوانص فراخ متقطعه قطع صغيره زي ما انتوا شايفين. بعد ما اتأكدت ان القوانص استوت، ببتدي انزل بالفريك اللي انا نقعاه في ميه سخنه. ببتدي احط ميه من الكاتل سخنه على الفريك، بس بحط حبه صغيره بحبه صغيره، لما ينشف ببتدي احط حبه تاني لغايه ما الفريك احس ان هو استوى 3/4 سوا، وابتدي ادوق الفريك
واشوفه اذا كان محتاج ملح ازوده، اذا كان مظبوط خلاص ما بزودش ملح تاني. بعد الفريك ما استوى خلاص بقفل عليه النار وابتدي احط 3 معالق من البصل المبشور واقلب كله مع بعضه، وابتدي بقى احشي البطة بالخلطة بتاعة الفريك، القوانص بالفريك. بعد ما اخلص حشو البطة ببتدي اقفل عليها بخل السنان. ممكن برضو تستخدموا الابرة والفتلة ان انتوا تخيطوا البط من بعد ما تخلصوا الحشو، ودي طريقة حلوة برضو. بعد ما خلصنا حشو البطة هبتدي اقفل عليها ورق الزبدة. اول حاجة بحطها في ورق زبدة واقفله، بعدين ورق الفويل ألمونيوم، ونبتدي نقفل عليها زي ما انتوا شايفين. بحطها في الفرن على درجة حرارة 550، ولما بتأكد انها استوت خلاص ببتدي بقى اعمل لها اختبار ان انا اشوف اللحمة بتاعتها استوت ولا لا. اما الاقيها استوت ببتدي بقى اخرجها، بتبقى هي منزلة نوع سوائل كتيرة وسمنة. هي البطة دي بقى منزلة سمنة كتير، سوائل قليلة جدا زي ما انتوا شايفين. فانا باخد السمنة اللي نازلة من البطة دي ببتدي ادهن بيها البطة الجلد بتاعها، وابتدي ارجعها تاني في الفرن مرة تانية انها تاخد تحميرة، وبشغل الشواية وتخلي بالك منها برضو علشان ما تتحرقش. البطة خلصت واتحمرت زي ما انتوا شايفين، والحقيقة ان ده طبق ممكن يكون في العزومات او في الاعياد والمناسبات على السفرة، منظره جميل جدا. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. باي باي.